الوداد يفشل في حسم اللقب الرابع في عقر الدار. توج الأهلي المصري بلقب عصبة أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد ما سالت المباراة ب1-1. المباراة اللي دارت الأطوار ديالها في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء برسم إياب نهائي مسابقة عصبة الأبطال، وكان الوداد انهزم أمام الأهلي المصري بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب الأحد الماضي على ملعب القاهرة الدولي. كان متوقع أن الماتش غادي يكون تكتيكي بين ستيفن فاندربروك مدرب الوداد والسويسري كولر مدرب الأهلي، وكان واضح تفوق الفريق البيضاوي من خلال الانتشار الجيد للاعبين، وكانوا قراب لبعضياتهم كل ما كانت عندهم الكرة، الشيء اللي ما خلاش المساحات للفريق الأهلي في أغلب أوقات الشوط الأول. من خلال كرة ثابتة غادي يفتتح الظهير الأيسر للوداد يحيى عطية الله عداد الأهداف في الدقيقة 27، وهنا غادي يدخل الشك اللاعبين الفريق المصري، وهذا اللي ما استغلوش عناصر الوداد بالسعي لإضافة أهداف اللي تقدر تحسم الماتش. بداية الشوط الثاني عرفت نفس النهج من طرف المدرب البلجيكي، بحيث كان كيعتمد على الأجنحة بحضور أوناجم في اليمين وبوهرة في اليسار، والضغط بواسطة سامبو على محوري دفاع الأهلي بحيث ما قدروش يخرجوا الكرة الوسط الميدان ثم الهجوم، الشيء اللي خلاهم يعتمدوا على الكوار الطوال من الدفاع الى الهجوم، واللي كانوا كيقطعوهم قطبي دفاع الوداد زولا وفرحان. الكره اللي غادي تغير مجرى المباراه جات في الربع ساعه الاخيره من ركله ركنيه اللي نفذها التونسي علي معد، وارتقاء محمد عبد المنعم اللي استطاع يباغت دفاع الوداد والحارس المطيع ويسجل الهدف الثامن. باقي الدقائق عرفت ضغط كل الوداد واعتماد الاهلي على المرتدات دون النجاح في تسجيل الهدف الثاني، وبذلك اعلان الحكم الاثيوبي باملاك تيسيما اللي طالته العديد من الانتقادات من طرف جمهور الوداد بعد ما تغاضى على اشهار الورقه الحمراء في وجه اللاعب حسين الشحات اللي تصرف بطريقه غير رياضيه في وجه الحكم، عن نهايه المباراه النهائيه بفوز الأهلي المصري باللقب رقم 11 في عصبة الأبطال. وتساءل العديد من المحللين الرياضيين والنقاد على إبقاء المدرب فاندربروك على اللاعب أيمن الحسوني اللي بان مستوى ضعيف وما قدمش الإضافة المطلوبة منه في خط الوسط، وكذلك إخراج المدرب لبوهرة وتعويض ديالو بالمترجي اللي ما ظهرش بالمستوى المطلوب بعد ما رجع من الإصابة، بالإضافة إلى خروج أوناجم اللي كان منشط الجهة اليمنى ودخول أحداد اللي ما قدم والو خلال طوال الموسم. وبكل هذا كتخرج الأندية المغربية موسم صفري على المستوى القاري.